الكل، ويلكم باك تو ماي تشانل. انا ريتا من قناه دولشة ريتا. اذا كنتوا جديد بالقناه بتمنى تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. بفيديو اليوم رح اعمل لكم هيدا اللوك اللي عملته، فيكم تستعملوه لسهره او مناسبه. مثل ما شايفين اللوك مبين قوي بس خطواته سهله وكتير بسيط. فاذا حابين تشوفوا كيف عملنا هيدا اللوك تابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوا الشير واللايك كتير لحتى تدعموني وتكبر عائلتنا اكتر. رطبت وجهي وشفافي كتير منيح، وعم باخد من ميبلين فيت مي كونسيلر. استعملوا برايمر على كامل العين من فوق. من LA Girl نيود باليت عم باخد هيدا اللون اللي بيجي فاتح على بيج، واستعمله لثبت فيه الكونسيلر. من نيود باليت بستعمل هيدا اللون بيجي نيود على بينك، رح حدد فيه كسرة العين وادمج مزبوط. رح ارجع غمق بهيدا اللون بيجي بني فاتح، رح غمق فيه كسرة العين. وما ننسى الدمج مزبوط بريشة دمج نظيفة. رح اخد هيدا اللون بيجي بني فيه شوي لمعة، حدد فيه زاوية العين بهالشكل. رح غمقها بهيدا اللون بيجي بنفسجي على كحلي غامق، رح حدد فيه اكتر زاوية العين. وما ننسى دمج الالوان مزبوط تنحصل على اي شادو نظيف. بالكونسيلر من ميبلين عم بستعمل لحتى اقطع الكريس مثل ما شايفين نص العين، رح نعمل بهالشكل. ورح اخد هيدا اللون الفاتح لحتى ادمج فيه اطراف اللون الغامق. رح ارجع اخد من اسانس هيدا الاي شادو جليتر، بيجي لونه هيك على شامباني على سيلفر، كتير حلو احلى من الجليتر لحتى ما يهر. رح اخد كمان من اسانس الايلاينر ووتر بروف، واعمل فيه ايلاينر وينجد ايلاينر سميك شوي مثل ما شايفين. وعم باخد كمان قلم اسود من اسانس استعمله تحت رموش. ماسكارا من اسانس بتعطي فوليوم، كل البرودكتس رح تلاقوها بصندوق الوصف. عم استعمل رموش من فوريفر 21 كتير حلوين. رح ارجع ظبط الايلاينر. من نيكس عم باخد البور فيلر، استعمله برايمر للوجه كتير حلو بضيق المسامات. رح اخد سوبر ستاي فونديشن من ميبلين 24 اورز فول كفرد فونديشن، مده بالفرشاية وبعدين بالبيوتي بلندر دمجه مزبوط. اخدت من ميبلين الكونسيلر فيت مي لاعمل فيه هايلايت مطرح ما بدي ضوي مطارح اللي بدي اياها، تحت العين على المنخار على الشفة وتحت عظمة الخد بشوي وعلى الجبين. وراح ادمج كل شي بالبيوتي بلندر. راح اعمل بيكنج باللوز باودر من كريولون مطارح ما عملنا هايلايت. وراح ثبت كامل الوجه ببودر من ريمال ستاي مات، البودرة الشفافة. رح ثبت فيها كامل الوجه وارجع شيل مطرح البيكنج بالبراش. عم بستعمل ميبلين هيدا الكونتورينج باليت لاعمل فيه كونتورينج للوجه. مثل ما شايفين عم بعمل هالطريقة رح ترفع لي الخدود وتبينوا معبيين. تحت الشفة شوي على الجبين وعلى الدقن. واكيد ما ننسى الكونتورينج للمنخار بفرشاية صغيرة، ومندمج الاطراف مزبوط. من ويت ان وايلد عم باخد هيدا الهايلايتر استعمله تحت الحاجب على المنخار على الشفاف بهالشكل، الشفة الفوقانية. هيدا البلاش من سكين تاتش رايح عند الاسم والرقم، بس كتير لونه حلو بيجي على بيتش. عم باخد هيدا اللون اللي بيجي غامق البنفسجي، رح احطه تحت العين بهالشكل من نص العين لبرا وادمجه شوي لبرا، رح يعطينا سحبة للعين حلوة. بعدين رح اخد اللون الفاتح وادمج فيه اللون بهالشكل، وبعدين رح احط هايلايت على مدمع العين وعلى الخدود هايلايت. ورح استعمل كونتور ليب لاينر احمر من بروفوك وعبي فيه الشفاف بالكامل، لونه كتير حلو حمار وكتير حلو.
وراح ارجع استعمل فوقه لبستيك احمر مات. واكيد ما ننسى الماسكارا على رموش السفلية. وثبتت كل شي بالسيتنج سبراي من نيكس مات فينيش. وهيدا هو اللوك النهائي. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، واذا حبيتوا بليز اعملوا شير ولايك، وانا بشوفكم بحلقة تانية. بحبكم كتير. باي.